حيث أكدت مديرية الوثائق الملكية في المغرب عن طريق المديرة ديالها في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة الرسمية في المغرب، أكدت على أنه قريبا سوف يتم نشر وثائق ملكية لا تؤكد فقط مغربية الصحراء، وإنما أيضا تؤكد أن الصحراء الشرقية المحتلة هي أراضي مغربية استعمرت وقسمت وضمت للمستعمرة ديال فرنسا اللي هي حضيرة الجزائر. فالمديرة أكدت على أن الوثائق سوف تكون متاحة لعموم المواطنين، سوف تكون متاحة للجميع عن طريق واحد موقع إلكتروني سوف يتم إنشاؤه، وسوف يتم نشر هذه الوثائق فيها. وكما يقول الدكتور الصنيبي الثقة في الوثيقة، فهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا كمغاربة الذين نرافع عن قضية الصحراء المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في اليوتيوب، في الفيسبوك، في تويتر، في أي بلاصة كانت. وبالتالي هذه الوثائق متابعينا الكرام غادي تعطينا دفعة كبيرة جدا، وغادي تعطينا تأكيدات جديدة جدا، وغادي تعطينا مجموعة من المعلومات الجديدة اللي يمكن لأول مرة غادي نعرفوها. وبالتالي هذه المسألة مهمة.